السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. ان شاء الله يا ربي تكونوا الكلكم في صحة جيدة ولاباس. اليوم ان شاء الله مع بعضنا باش نحضروا كعك الورقة، وفي الفيديو باش نعطيكم طريقة سهلة على الاخر خاصة للمبتدئات باش ينجموا يحضروه ينجحوا فيه من اول مرة. لهنا عندي 250 جرام فرينة، من المستحسن انها تكون فرينة كعك ورقة، ومعاهم 125 جرام زبدة. لهنا الزبدة ما نجموش راهو نعوضوها بالمارغرين. ولهنا تقريبا خديت 65 مليلتر ماء ورد، ونجموا زاده نستعملوا ماء النسري اذا كان متوفر. ولهنا باش نستعمل مع العجينه باش نستعمل شويه ملح وشويه خميره حلويات، وبعد نقول لكم على المقادير قد كي نعجنوا العجينه. هنا هذه خميره حلويات وهنا ملح، وعندي ملون غذائي ابيض. لهنا باش نحطوه في العجينه باش تعطينا اللون الابيض اللي نشوفوه في كعك الورقه. لهنا اول حاجه باش نبدا بيها باش نهز الزبده نحطها على النار نذوبها ونخليها كيكه تغلي شويه، يعني مده دقيقه على النار، ونحي لها الكشكوشه. شفتوا الكشكوشه هذيك كلها لازمها تتنحى، على خاطر الكشكوشه هذيك ما تخليش من بعد الكعك نتاعنا يصبر لمده طويله. لهنا باش ناخذ الفارينه وباش نحط معاها يعني خميره الحلويات. لهنا خميره الحلويات باش تخلينا البات نتاعنا هشوشه على الاخر، وبعد ما نحطوهاش في الماء سخون، يعني مش باش نخدموها بالطريقه المعروفه نتاع كعك الورقه اللي نغطسوا البات بعد في الماء سخون. لهنا استعمال الخميره هو اللي باش يخلي البات هشوشه، وتشوفوا طريقه سهله على الاخر يعني في خدمه البات. لهنا الزبده بعد ما هدات شويه ماهيش سخونه يعني هنا برشا، باش نصبها واحده واحده. لهنا علاش نصبوها واحده واحده؟ على خاطر الحليب اللي في الزبده الكل قعد في قاع الكاسرونه، ما لازمناش نحطوه كما قلت لكم باش من بعد الكعك نتاعنا يصبر معنا لمده طويله. شفتوه الابيض هذيك هو الحليب نتاع الزبده، ما نصبوهش في العجينه. لهنا نبسوا العجينه نتاعنا، معناتها اش معناتها نبسوا؟ معناتها نحاولوا ندخلوا الفرينه الكل بك الزبده اللي حطيناها، معناتها لازم الفرينه الكلها تتغطى بالزبده اللي حطيناها. شوفوا لهنا كيفاش بسستها الكلها، شوفوا كيفاش البات تحسوها كيما البات سابلي. توا باش ناخذ كميه الماء الورد اللي عندي كما قلت لكم 65 مليلتر. لهنا تلمت لي العجينه باش نحطها تسخن على النار، لازم نسخنوها توصل درجه الغليان. لهنا بعد ما سخن الماء باش نزيد فيه الملح مقدار. لهنا كيما قلت لكم قبيليكا شويه ملح تاع 2 غرامات هكيكا، وباش نحط في الماء السخون هذاك زاد الملون الغذائي. ما نفوتوش الجرام، راهو لهنايا في 250 غرام فرينه، على خاطر راهو كي يبدا برشا الملون الغذائي في العجينه من بعد العجينه تشيح كي تطيب تحسوا العجينه شاحت، يعني شايحه ماهيش مش طريه وكل شيء، يعني ما نكثروش برشا بالحق في الملون الغذائي. وهو سخون هكاكا نصبوه على البات نتاعنا على العجينه هذيك، وباش نلموا بها البات الكل نلموها بك الماء هذاك. لهنا الملون الغذائي نكمل نحيه قعد لي في الكسرونه، ونلم العجينه نتاعي الكل. ومن بعد ما تلم العجينه باش نحطها على البلون دو طرافاي ونبدا نخدم فيها. لهنا نخلطوا المرحله مهمه برشا، وهي كيفاش نعجنوا العجينه لازم نعجنوها يعني مش كيما نعجنوا الخبز. ما لازمناش نقطعوا البات بالكل، لازم نعجنوا العجينه بالكفوف نتاع اليدين مش بالصوابع. لازم نستعملوا الكفوف نتاعنا، الكف نتاع اليد هو اللي باش نعجنوا به العجينه، ونعجنوها بالطريقه اللي تشوفوا فيها في الفيديو. نتمنى ان الفيديو تكون واضحه. لازم نعجنوا بالطريقه هذه المده ما تقلش على 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق، حتى لين تراو اللي القوام نتاع العجينه تبدل، تولي رطبه وتبياضي، يعني الملون الغذائي اللي حطيناه يدخل مليح في العجينه، والعجينه تولي طريه والقوام نتاعها يتبدل مش كيما من الاول بالكل. العجينه نتاعي لهنا كملت خدمتها مليح مليح. شوفوا القوام نتاعها كيفاش تبدل. توا نخلطوا المرحله ترطيب العجينه. لازم العجينه نرطبوها كيما تراو فيها في الفيديو هكا، يعني نقرقبوها احنا كيما نقولوا بالتونسي على البلون دو طرافاي، نخدموها بالطريقه هذه. العجينه تولي رطبه على الاخر، وبعد الكعك نتاعنا يولي يعني يجينا بعد يعني يجينا رطب على الاخر، وما تبدا فيه حتى تخاص.
شوفوا لهنا ما شاء الله العجينه يعني وحدها تحكي وحدها يعني. لهنا توا باش نحطها في ساشي اليمونتير ونخليها ترتاح. اللي كان الدنيا سخونه نحطوها في الفريجيدير، لازم تحطوها في الفريجيدير باش ترتاح وتبرد بالكدا. خاطر شوفوا يعني لهنا انا راهو الدنيا سخونه شويه عندي في الدار. نخليها ترتاح في الفريجيدير مش اقل من ساعه من زمان، على الاقل ساعه ساعتين تنجموا تخليوها حتى ليله كامله ترتاح بالكدا. واذا كان الدنيا بارده تنجموا تخليوها لبرا. اما مهم برشا راهو انه العجينه ترتاح. لهنا بالنسبه للحشو خديت 250 غرام لوز. هنا خديته لوز حاضر، لوز تاع كعك ورقه خديته من عند اللي يبيعوا مستلزمات الحلويات. وشطر كميه اللوز ناخذوها سكر بودره، سكر محور لهنا سكر ارطب، ومعاهم شويه ماء ورد باش نلموا به البات، يعني باش نلموا به الخليط هذايا. لهنا باش نغربل السكر على خاطر ديما السكر فيه كالحبيبات هذوكم، من المستحسن ديما نغربلوه. توا باش نلموا الخليط هذاك بالماء الورد. لهنا لازم نزيدوا بشويه بشويه ماء الورد. ردوا بالكم تزيدوا كونتيتي كبيره فرد مره على خاطر في يشرب راهو اللوز. تزيدوا بشويه بشويه، عينكم ميزانكم، تزيدوا بشويه بشويه حتى لين يتلم الخليط الكل. ما لازمش الخليط يكون جاري وما لازموش يكون يابس برشا، يعني يتلم لمان. واللوز لهنا نلموه لمان ما نعجنوهش. شوفوا هنا كمان تلميتوا اللوز نتاعي. شوفوا طري، يعني طري ماهوش يابس. لازم يكون يعني الطراوه نتاع اللوز لازم تكون نفس الطراوه نتاع العجينه. وديما نستحفظوا به في حاجه مسكر، يعني كيما هكا ساشي اليمونتير باش ما يشيحش. توا بعد ما ارتحت البات نتاعي باش نجبد منها. تشوفوا كيفاش ولات تقوش عليها ما شاء الله مورس وجبن. باش نقص منها اللي حشتي والباقي نرجعه في الفريجيدير كان الدنيا سخونه بطبيعه الحال. شفتوا كيفاش لهنا قصيتها سهله راهي. هو من المستحسن ديما تخدموا راهو بالبات وهي بارده، على خاطر البات فيها كونتيتي تاع زبده كبيره، وخاصه كي تبدا الدنيا سخونه. المستحسن من الفريجيدير ديريكتومون. تشوفوا طاوع البات ماهيش يعني يابسه برشا. ونحلوها بالقلقال بالطريقه اللي باش تشوفوها في الفيديو. نحلوها رهيفه على الاخر. لهنا البلان دو طرافاي نتاعي ما يلصقش. من المستحسن انتم تخدموا على رخامه، تحلوا العجينه نتاعكم على رخامه حتى لين تولي يعني ترهفوا البات على الاخر، حتى لين تشوفوا يعني الرخامه نتاعكم ولات تظهر من العجينه. ترهفوها بالكدا بالكدا وتخدموها بالطريقه اللي تشوفوا فيها في الفيديو. لهنا بعد ما كملت حليت البات نتاعي. شوفوا كيف رهيفه على الاخر. باش ناخذ كارطون كيف هكا غلفته بالبابي سيلوفان. الطول نتاعو 12 سنتيمتر على 9 سنتيمتر. لهنا هذايا باش نتراسي بيه كعبات كعك الورقه باش يجوني الكل قد قد، ويعني يجوني كلهم مصوبين. الطريقه هذه انا يعني تعلمت بها وعملت بها الكعك الورقه من اول مره ونجحني ما شاء الله. على ذاك حبيت نبارطاجي معكم الفيديو باش اللي يصعب عليها كعك الورقه تنجم تخدموا بالطريقه هذه وتنجح فيه بقدره ربي باذن الله من اول مره. كما قلت لكم الجباري هذه نتراسيو به الكعب كيما هكايا، نتراسيوهم وبعد نحطوا الحشوه نتاعنا. بالنسبه للحشو زاده لهنا باش نستعمل الملاعق هذوما خديتهم من الاسواق هنا باش نستعملهم باش ما نقعدش نوزن كل كعبه وحده. الملعقه هذه تهز 15 غرام. هو الحشو الدخلاني ديما نحطوه 15 غرام، نعملوا كعبوره نتاع 15 غرام. انا استعملت الملعقه هذه باش سهل عليا الخدمه وما نقعدش كل مره نوزن. ونحلوا كل 15 غرام هذوك من الكعبوره نتاع اللوز هذيك نحلوها في شكل يعني طولي هكا كيما البودان. نحلوه نتاع 8 سنتيمتر ونص، يعني على عرض كعبه كعك الورقه. ما نخلطوش للاخر بالكل.
باش نخليه بلاصه من بعد للقفله. تو تفهموني كي نحط الحشو هذاك نحطه على الكعك على الورقه. لهنا باش نحط هذيك طرف مع طرف، وطرف هذيك باش نخلي يعني شويه بركه نتاع 2 مليمترات، ما نوصلهاش للاخر بالكل، باش بعد هذيك تقعد لي نتاع القفله هذيك تقعد لي بعد باش نقفل بها كعك الورقه. تو بعد تفهموني بالكدا. باش نهز تو سكينه كيف هكايا ونحاول نلصق كل الاطراف هذوك نتاع العجينه، نحاول نلصقهم في البودام نتاع اللوز اللي عملته. توا باش نبدا نرولي الكعبه نتاعي. هو جينيرالمون ديما يقول لك يعني دورتين ونص في الكعك الورقه. كي نخدموه بك البودان طويل نعملوا دورتين ونص بالجبري هذيا، باش تلقاو رواحكم يعني باش تعملوا دورتين ونص قد باش تجيكم، سورتو اذا خدمتوا يعني رهبتوا العجينه كيما قلت لكم بالكدا. وكي ندوروا الكعبه هكي لازم نكبسوها بالكدا، ما لازمش نخليو يعني فراغات، ما لازمش الكعبه من داخل تجي فيها الهواء، يعني نحسوا اللي اللوز لصق في الباد ما تجيش فيها الهواء. هذه هي الكعبه الاولانيه. لهنا مانيش باش نقفلها مباشره، نخليوها ترتاح شويه. باهي كي ترتاح ديما بعد طوعنا بالكدا في القفله. انا نكمل يعني الكعبه الاخرى ومن بعد نرجع مع بعضنا نشوفوا كيفاش طريقه القفله يعني تاع الكعكه. بعد ما كملت عملت الكعبات هذوكم لهناك، الباقي نتاع العجين اللي قعد لي فوق البلون دو ترافاي باش نلمو هكايا ونعجنو ونحطو في ساشي اليمونتير ونخليه يرتاح قبل ما نعاود نحلو ونعاود نخدم بيه كعبات اخرين. واذا الدنيا سخونه بالطبيعه نحطوه في الفريجيتير. ولهنا باش نبدا نقفل. اول كعبه باش نبدا نقفلها هي اول كعبه خليتها ترتاح واول كعبه خدمتها. باش ناخذ الجبري هذا اللي خدمت به قبيلي كعبات الكعك باش نخليه قدامي هكا وباش نحل الكعبه نحلها، وباش نحاول نخلط لها الطول نتاعها 12 سنتيمتر. هكا نحط الجبري قدامي باش نقيس به. قلت لكم راهو هذا باش يعاونكم برشا. هكا نبدا نحل فيها هكا بشويه بشويه وديما نقيس الطول نتاعها. العجينه راهي كي تبدا مرتاحه وكعكه كي يبدا مرتاحه طوعكم بالكدا في الحلال. توا باش نبدا نقفل فيها. توا شفتوا البارتي هذه اللي قد اللوز قد البات قد هذيك مسكره، ولهنا الطرف العجين اللي خليناه هذيك باش نبدا نعمل فيه، نبدا نرهف فيها ونبدا نحل فيها كيما تشوفوا فيها هكا، يعني نحلها شويه باش بعد ندخل فيها كالطرف الاخر تاع العجينه نحلها ماذا بيا نرهفها على الاخر بطراف الصوابع هكا تخدموها. نتمنى انه التصويره تكون واضحه. هو يعني من المعروف انه اصعب حاجه في كعك الورقه هي كالقفله هذيك، وهي القفله راهي ما تجيش من اول مره، تجيب الممارسه. يعني قد الانسان ما يخدم قد ما يعني يتعود انه يجيب الكعبه مرتوبه بالكدا. تو بعد ما كملت حليتها بالكدا لهني باش نسكرها بالكدا بالطريقه هذه، باش نحاول انه يعني الزوز اطراف نلمهم على بعضهم ونسكرهم ونلصقهم مليح مليح. ونخدموا القفله هذيك نخدموها بيدينا. لهنا فما شكون يستعمل شويه ماء ورد باش يلصقها، ونخدموا العجينه بالطريقه هذه على كف اليد. وين عملنا القفله بالضبط نحطوها ونبدا نخدموا فيها كنمشي ونجيبوا فيها بالصبوع على كف اليد. هذيك تعاود برشا انه تقفل لك تلم يعني تلم الكعكه وتقفل لنا بالكدا. ومن بعد نكملوا يعني نمسحوها هكا بالكدا كما قلت لكم. هنا فما شكون يستعمل الماء الورد يعني باش يسكرها بالكدا وتولي يعني كلها فرد منظر، كلها فرد منظر. ما عادش نراوها كالتسكيره هذيك. لهنا نكملوا يعني نسمحوا الكعكه نتاعنا هكا بالطريقه هذه. اذا ما فيهاش ادخاس اذا فيها حاجه نكملوا نسمحوها وسيي مع الكعكه نتاعنا حضرت. انا نكمل نخدم البقيه وبعد نرجع نشوفوا كيفاش باش نطيبوه. زاده طريقه الطياب نتاعو زاده فيها استوس.
لهنا بالنسبه للبلاتو اللي باش نطيبوا فيه دهنته بالزيت بالكدا بالكدا، ومن بعد نرشوه بالفرينه، رشيته بكوش باهيه يعني تاع فرينه، مش رشينه كهو، نحطوا كوش باهيه نتاع فرينه، وبعد نحطوا ورقه طهي، نحطوا البابي كويسون، وبعد نحطوا الكعك نتاعنا. نعملوا هكايا باش نضمنوا ان الكعك نتاعنا يقعد ديما ابيض، حتى كي يطيب يقعد ابيض وما يتسهدش من اللوطه. العمليه هذه يعني حتى اللي عندهم فور يعني كما نقولوا احنا مش من نوعيه باهيه، تعاونهم برشا انه الكعك نتاعهم يجي يعني ابيض، يقعد ديما ابيض وما يتسهدش من اللوطه. ندخلوه على فور يكون سخون على 150 درجه، ديجا يكون يعني الفور سخون قبل ما ندخلو الكعك نتاعنا، نخليه مده 20 دقيقه هكاك، خذ لي 20 دقيقه ونخرجوه. ماذا بينا كي نخرجوه من الاول يبدا سخون ما نمسوهش، خاطر يبدا طري على الاخر، نخليه يهدى شويه على البلاتو ومن بعد نقلوه. شفتوا لهنا الكعكه ما شاء الله كيف جات، ما حمرتش بالكل من اللوطه وطابت في عقلها. ان شاء الله يا ربي تجربوا الفيديو وتستفادوا منه. ما تنساوش اذا جربتوها الوصفه قولوا لي رايكم في التعليق، وانا تو ما بقالي كي باش نقول لكم في امان الله.